ايبوكا تعاقد بص، حاجه من الاثنين. بوكا لاعب كبير ولاعب جميل واي نادي يتمنى يكون عنده. قبل ما اكمل بس معانا سياده النائب سليمان وهدان ملك حزب الوفد. يا اما ايبوكا معروض للبيع، ولما نقول الكلام ده عن طريق ما طبعا اخويا وصاحبي وحبيبي الدكتور محمد ابو عينين يقول لك ايه، روح خد ايبوكا، مش انت قلت ايبوكا؟ فبلاش ده والنبي، اللي بنتعاقد معاه بنعلن ان احنا تعاقدنا معاه بعد اذنكم. بلاش الحركات دي مع واحد متربي في رود الفرج حوريها يعني. نقعد نشاء الكلام ده، ما جيش ايبوكا فاشل. ذخيره من اللاعبين، تعال اختار مجانا هديه من نادي الزمالك، ودي مش اول مره. ما احنا مدين محمود علاء للراجل الاصيل محمد مصالح من غير حاجه، ما خدناش منه جنيه، والراجل رد الجميل على طول ووفى بكلمته. هنعمل له ايه؟ مع ان بقى اسكندريه دي كلها رجاله. محمد مصالح اللي روقهم في الباسكت بأنس اسامه وقدم بمروان عطيه وتعادل معاهم وضيع منهم بنتين. يعني عليك يا مصالح يا رايق. يعني نيمار مشكلته ان هو بياخد الكرة وبيروح لك، مفيش حد بيعملها. تمام، واخد بالك؟ فاللي انت وصلت فيه ده فكر عقيم، كرة قديمة قوي. وبعدين انت كنت بتلعب بثلاثة مساكين، بدأت تلعب بثلاثة في نص الملعب، الثلاثة شبه بعض. يعني هو امام في ماتش مثلا طلائع الجيش كان فايق. طب وانت تعمل ماتش واربع ولا خمس ماتشات بعد طلائع الجيش مش شايفينك؟ ده ما بيطلعش، ما بيغيروش. انا شايف ان في ظروف نادي الزمالك دي، وان انت تجيب لي المدير الفني مهاجم بقدرات ايبوكا، ده غصب عنه. ده ايوه بس انجاز. ببص، ما هو انا شايف ان انا يعني ما فيش اي خطوره على المرمى بقالنا من اول الموسم يا مهيب. ما هو الجزيري جاب كام جون السنه دي؟ مش هو كان الهداف بتاع ولا الزمالك؟ فاكر له اي اهداف، ما جابش جوان السنه دي، مش فاكر له اي ده قبل ما يروح كاس العالم وبعد ما جه. طيب طول ما هي دايره ما فيهاش ضربات جزاء لا زيزو هيسجل ولا الجزيري ولا غيره.